السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني انا اي فودة من قناتي كل يوم وصفة، ان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة، وان شاء الله نعمل مع بعض النهاردة الكاتشب. شايفين ما شاء الله القوام. الايام دي الطماطم رخيصة وحمرا وجميلة، هنعملها مع بعض. شايفين ما شاء الله، ولون الكاتشب معانا شايفين ما شاء الله اللون، وما ضفنالهوش ولا فلفل احمر ولا بابريكا. وهنعرف ازاي النهارده نعمله ويطلع معانا زي الجاهز، وهنشوفه مع بعض. شايفين ما شاء الله قوام الكاتشب. انا كان عندي الازاز دي وعبيت فيها. شايفين ما شاء الله نفس قوام الكاتشب الجاهز، ان شاء الله الطعم زي الكاتشب الجاهز بالظبط. وان شاء الله في الفيديو هنعرف ايه الاضافات اللي تضيفيها عشان يطلع معاكي الكاتشب بالشكل ده. ولو لسه مشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا نشوف عملنا ازاي. واول حاجه عشان نعمل الكاتشب معانا 3 كيلو من الطماطم، واهم حاجه ان الطماطم تكون طماطم حمرا زي ما احنا شايفين كده. شايفين ما شاء الله، والايام دي الطماطم ما شاء الله رخيصه. جايبه كيلو الطماطم ب4 جنيه. شايفين ما شاء الله شكل الطماطم. انت عندك طريقتين لتسويه الطماطم، ممكن تقطعيها وتضربها في الخلاط وتحطها على النار لحد ما تستوي، ممكن تسهلي على نفسك وتعمليها بالخطوه اللي احنا هنعمل بيها دي. نقطع الطماطميه كده الاول 4 قطع ونحطها على النار ربع ساعه لحد ما الميه اللي فيها تتبخر وتستوى معانا، ونحوشها نضربها بالهاند بلندر او الخلاط ورجعها تاني على النار. دي كده بتختصر معاكي في الوقت شويه على النار، ما بتاخدش معاكي وقت زي اللي هتضربها في الخلاط وهتحطيها على النار. هنحوش الحته الخضراء اللي في الطماطميه كده الاول وهنقطعها بالشكل ده 4 كده. وهنا كده بعد ما خلصنا تقطيع الطماطم بالشكل ده كده جاهزه معانا، هنرفعها على النار بدون اضافه اي حاجه. مش هنضيف ميه ولا اي حاجه، هي اول ما تتحط على النار هتنزل ميتها، واحنا عاوزين الميه اللي فاتت تبخر مش هنزود لها ميه. وانت لو عاوزاها سبايسي ممكن في الوقت ده وانت حاطه الطماطم على النار تحط لها قرن فلفل سبايسي، او ممكن في الاخر تضيفي شطه بودره. قدامك الاتنين، بس احنا مش هنعملها سبايسي النهارده. وفي الوقت ده انا حطيتها على النار، هتاخد معايا على النار حوالي ربع ساعه، نرجع نشوفها ان شاء الله مع بعض. وطبعا انا ما حطيتلهاش ميه ولا اي حاجه. من الاول بتخلي النار وسط عشان تنزل ميتها عشان ما تتحرقش معاكي، تطلع معاكي بالشكل ده كده. وهي بتنزل ميتها وبتستوي بالشكل ده كده، ما تغيبش معاكي في وقت التسويه. في الوقت ده ممكن تضربيها في الخلاط بالهاند بلندر، بس انا هشتغل بالخلاط. هسيبها بس 3-5 دقايق ونرجع نضربها في الخلاط مع بعض ان شاء الله. ودلوقتي بعد ما سيبنا الطماطم هدت هنحطها في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم عشان نضربها. برضو احنا بنضربها في الخلاط مش هنضيف لها ميه، احنا هناخد من الميه اللي هي منزله. وكده بعد ما ضربنا الطماطم معانا هنا مصفى، يفضل ان هي تكون مصفى سلك عشان ما تنزلش الجلد او البذر ما احنا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنصفي الطماطم كويس. المصفى السلك ما بتخليش يعدي معاكي جلد ولا بذر خالص. وكده بعد ما صفينا الطماطم ضربنا بقيه كميه الطماطم وصفيناها بالشكل ده. وهنا معانا المصفى شايفين ما شاء الله شايله البذر كله والجلد، ما بتعديش معاكي اي حاجه. وكده هنرجع الطماطم في نفس الحله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا كده معانا الطماطم بعد ما رجعناها تاني على النار، وتخلي النار وسط عشان ما تحرقش معاكي. احنا شغالين مع بعض هنعرف الاضافات اللي هنضيفها لها. وهنا دلوقتي كده بعد ما الطماطم غلت معانا زي ما احنا شايفين، هنضيف معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من البصل البودره، معلقه صغيره من الثوم البودره، ربع معلقه من الفلفل الاسود. لو موجود فلفل ابيض هتحطي فلفل ابيض. كده الاضافات اللي هتحولوا معانا للكاتشب. وبعد ما ضفنا البهارات هنضيف السكر. معانا كوبايه الا ربع من السكر. كيلو الطماطم ليه ربع كوبايه من السكر. بسم الله. وهنا كده معانا الكاتشب على النار بعد ما ضفنا له البهارات والسكر وسيبناه 10 دقايق. دلوقتي هنضيف معانا كوبايه مليانه من الخل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده حطينا على 3 كيلو طماطم كوبايه كبيره من الخل وكوبايه الا ربع من السكر، وهنسيبه على النار يكمل سوا ونرجع نشوف مع بعض ان شاء الله. وهنا كده زي ما احنا شايفين الكاتشب بعد ما الميه اتبخرت منه بالشكل ده، في الوقت ده معانا ربع كوبايه من الميه ومعلقه كبيره من النشا. بسم الله. هندوب معلقه النشا في ربع كوبايه الميه، هننزل بالنشا على الكاتشب. بسم الله. وهنقلبه كويس. وهنشوف دلوقتي نعرف ازاي ان قوام الكاتشب بقى مظبوط معانا. وما ينفعش ان انت تضيفي النشا وتشيلي على طول الكاتشب من على النار، لازم تسيبيه يغلي في النشا عشان طعم النشا ما يبقاش ظاهر معاكي. وهنعرف ازاي ان هو استوى. معانا هنا طبق هناخد فيه معلقه من الكاتشب
وهنعمل فيها خط كده. كده تعرفي ان الكاتشب خلص معاك، لان ما رجعش لبعضه وما ظهرش هنا ميه كده بعد في الخط اللي احنا عملناه. وكده بالقوام ده معانا كده. كل ما تسيبيه يبرد القوام هيتقل معاكي اكتر. وهنشوف مع بعض ان شاء الله واحنا رايحين نعبيه. وان ده الكاتشب معانا انا حطيته بس في حاجه عشان اعرف افضيه في الازاز كويس. شايفين ما شاء الله ده القوام معانا. ده بعد ما برد خالص ونفض منه ونشوف مع بعض. شايفين ما شاء الله قوام نفس قوام الكاتشب الجاهز. وعندي ازاز الكاتشب دي كانت موجوده عندي هنعبي فيها. شايفين ما شاء الله القوام كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله. ده قوام الكاتشب معانا. وكده ممكن تحفظي عندك الكاتشب ده بالشهر وبالشهرين بس تحطيه في التلاجة. اهم حاجه ان انتوا تحطيه في التلاجة. شايفين ما شاء الله قوام الكاتشب. ولو عجبكم وصفتنا النهارده اعملوا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.